قانون الإيمان والإدراك the law of belief and perception. يعني إيه؟ هو مخي بيفلتر الحياة إزاي أساساً؟ يعني إيه اللي بالخيل؟ إيه اللي بيزقه إن يعمل تطابق مع حاجة سلبية؟ إيه اللي بيوديه دايماً للحاجة السلبية؟ إزاي هيعمل تطابق أصلاً؟ بيعمل تطابق أو فلترة على حسب التجارب والمعتقدات والأنماط القديمة. هو بيعمل الفلترة على الثلاثة دول. فلما إسراء أو ريهام، واللي بيلعب في الشاشة ما يلعبش، عايزة إن هي تفكر وتاخد قرار، أول فلتر هيعدي بيه يعدي بالمعتقد القديم بتاعها والتجارب القديمة زي ما أنا قلت والأنماط المتكررة. ما بيفكرش في أي جديد، هو مش هيبقى كرييتيف خالص. المخ مش هيبقى كرييتيف، هو هيفلتر على اللي موجود، والأولى عنده الموجود بمحتوى سلبي، ده الأولوية عنده. فالمعتقد السلبي، يعني ايه المعتقد السلبي؟ المعتقد المقيد اللي هو بيسموه الليميتنج بليف. فانا الليميتنج بليف بتاعي مثلا انا صغيره ومش قد اللي انا فيه ده ليميتنج بليف، واتكرر لي بقاله سنين، موجود في بالي بقاله سنين. يا اما بقى سمعته من حد وانا صغيره، يا اما مريت بتجربه صغرتني في عيني قوي، يا اما ايا كانت. المهم الحصيله ان عندي معتقد مش حلو، مش لطيف عن نفسي او عن الحياه او عن القدر أو عن الآخرين. هو ده لب التطابق السلبي اللي بيعمله الدماغ. هيقوم عامل إيه؟ عامل فلترة عليه. فواحدة مثلا، زي ما احنا ناخد المثال بتاع واحدة جاي لها فرصة وظيفة، هيفلتر الكلام ده على إيه؟ على القديم واللي محتواه سلبي. فهيفلتر، هيلاقي أنا عندي فرصة وظيفة بس في معتقد بيقول أنا مش قد الكلام الكبير ده. هيقوم مطلع جواها أول لما يجي لها الفرصة مشاعر ماشية مع المعتقد المقيد ده. يا اما بقى مشاعر حزن، فتقعد تبص على نفسها كده تقول انا مش زي الناس اللي بتشتغل دي. الناس دي عندها وقت وعندها حكمة وعندها بتعرف تتصرف، انا ما بعرفش. الكلام ده مش حقيقي، بس هو عمل، الدماغ عمل كده. العقل كان نايم، العقل ماشي ورا الدماغ. او يروح يخليها يجيب لها توتر وتفضل بقى متوترة الوقت كله لغاية لما تقابل المدير، ولغاية لما تعمل أو تخلق تجربة جديدة بمساحة شعورية مختلفة. يبقى ده معتقد جديد بقى، بنبني احنا كده حالة شعورية جديدة. خلاص؟ يبقى ده اسمه قانون الإيمان والإدراك. الإدراك متأثر بالإيمان، والإيمان مبني على المعتقد، والمعتقد بيجي من التجارب القديمة. لو أنا ما خلقتش تجارب جديدة أخلق منها معتقدات جديدة، هيفضل يبني لي على القديم. فهمنا الفكرة؟ عشان كده لو عندك معتقد مش لطيف ما تتجاهليهوش، ولكن اعملي عكسه. انا قليل وخايف، يبقى اعمل حاجة عكسها، حاجة تحسسني ان انا لا، انا باذن الله قدها. ما هو ربنا اللي معايا، هو انا اللي بعمل لوحدي اساسا؟ هو انا اللي فعلا بفكر لوحدي؟ ما هو الهادي، ما هو معين، وهكذا. خلاص. لما يبدأ يترسخ في جوايا المعتقد الجديد ده بالتكرار وبالعمل وبالسلوك وبالرؤية وهكذا، وبياخد فترة عشان معتقد جديد. المعتقد السلبي ممكن يترسخ بأول حالة شعورية سلبية تحصل كبيرة، يترسخ على طول. المعتقد الإيجابي بياخد وقت وتكرار. قد إيه؟ على حسب نمط وشخصية البني آدم. بعض الأشخاص عندهم جلد، عندهم إيه، مش بيسموها جلد، ريزيلينس كده، وصلابة، يقدروا يرسخوا المعتقد الجديد في خلال شهرين ثلاثة. لأن هو إيه، أنا بص أنا عنيد وهاخد الموضوع جد، أنا هثبت لنفسي كذا. وفي ناس تاخدها بمرونة وبسهولة، ياخد معاها وقت تاني. وفي ناس اللي هي بتسوف، ياخدها وقت أطول، فتتخبط في المعتقد القديم، تقعد عايشة. هي كل ده unconscious، أنا مش واعية. فهدف البروجرامز اللي احنا بنعملها، او هدف انك تقعدي مع منتور، او هدف الثيرابيست انك تشتغلي معاه، او حتى صديقه عندها الثلاث حاجات اللي بتمثل الانسان السوي، المنتور يعني، او المرشد الصالح يعني، هدفها ان هي تقعد تلعب لك في المعتقد ده من غير ما تحسي. ما انا كل حد انا بقضي وقت معاه بيلعب في معتقداتي، ويا اما بيبني حاجه حلوه، يا اما بيزود الوحش. ما هو ما بيعملش حاجه تانية.
ما هو الناس احنا بنعدي فترة معاهم من الحياة، هو بيخش من غير ما ياخد وبيعمل ما يسمى مولدنج، يعني بيخش ويشكل المحتوى الداخلي بتاعي، وانا سايبه له نفسي لان انا وثقت فيه، سواء كان حد مفيد في حياتي او مش مفيد. فانا في حد كده بالنسبه لي شفته انبهرت بيه، مره جه قال لي كده، انا مبهوره بيه بقى، ايا كان الانبهار ده بسبب ايه. ومره جالي قال لي انت مالك ما تعرفيش تتكلمي عدل كده ليه. اول شك هيحصل ان هو عدى الجزء الكريتيكال بتاعي وصدقته. انا فاكره اني ما صدقتوش، لكن دخل وخبط فيا. فخلي بالك انت بتثقي في مين. فاحيانا لما يجيلك خبطه في حد وتفقدي الثقه، دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه، لانك لما تفقدي الثقه انت بتعملي المعادله بتاعت اثق في بعض الاشخاص وما اثقش في ناس كتير. هو انك ما تثقيش دي حاجه مش وحشه، لازم يكون عندك البالانس، اثق في مين وما اثقش في مين، عشان ما يخشش اي حد الى الدواخل بتاعتي والحته اللي جوه دي ويقعد يلعب فيها وانا من غير وعي مصدقاه، والاقي نفسي كظمت نفسي وانا في الحياه مش عارفه ما باخدش خطوات، وبسوف وقاعده تحت البطانيه على طول، ومش قادره اقوم، وبقيت اخاف من الناس وخاف من المجتمع وخاف من الخروج. هو ليه كل ده؟ عشان في تجارب اتعرضت لها وناس كنت وثقت فيها دخلت جوه معتقداتي وشكلتها من غير وعي. الشغل بقى على النفس والشغل بقى على الذات اللي احنا اصلا مأمورين بقى نعمله. هدفنا في الحياة ربنا خلقنا عشان نعمر الارض، يعني يعني نستمتع بيها. رقم اتنين، ننظف المنطقة الداخلية دي، الصراع الداخلي ده نقعد ننظف ونظبط وننقح، وساعات نقع وساعات نتوجع وساعات نعيا ونرجع تاني. هي الحياة كده، هو الكبد كده. تمام. يبقى استفيد ازاي من التجربة دي؟ اعمل ايه؟ اول حاجة ايه هو؟ قعدتي مع حد كده شطور يعرف يحط ايده على المعتقد اللي مشنكلك، معتقد او الحاجه الدفينه اللي جوه، اللي هي البرسبشن اللي تحت البرسبشن في المعتقد اللي مشنكلك كده في الحياه. سبب الخوف الشديد اللي بيجي لما تفكري في موضوع معين، او سبب الحزن الشديد، او سبب اللوم والجلد الذاتي انت جبتيه منين؟ وهو ده لما بيتغير وبيتفكك وبيتظبط، هو ده وكأني لبست نظارة مختلفة تماما ببص بيها على نفسي وعلى القدر وعلى الحياة وحتى على ربنا، وهكذا. خلاص. لما يجي تجربة جديدة أقفش في فكرة جديدة حلوة، معتقد جديد معاه مشاعر حلوة، أطلع له evidence، أطلع له أدلة أنا قدها بإذن الله. ليه أنت قدها؟ عشان ربنا ما سابنيش قبل كده، عشان أنا أصلا مش لوحدي، عشان أنا بتعلم وبشتغل على نفسي، عشان أنا ناوية إني، عشان أنا عايزة، عشان أنا كذا، وعشان لا 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 لا، كل العشانات دي طلعي منها أدلة، لأن الأدلة اللي بالعكس كتيرة قوي موجودة عبر السنين كلها. طلعي أدلة، اكتبي، اتكلمي، قولي لنفسك، وهكذا.